أهلا وسهلا بكم. معكم عبد الوهاب حفكوف، أحييكم وأرجو لكم مشاهدة طيبة. تحية تبونية بوتينية نوفمبرية أكتوبرية قدسية عربية إفريقية. تحية للأحرار في كل مكان، ولا تنسوا هدية العيد وهي تفعيل جرس الاشتراك. كل عام طبعا وأنتم بخير، وآمل أن نحتفل ونلتقي بالأحباب في عالم متعدد الأقطاب. كانت أيام صعبة بصراحة، اخترت الغياب، كانت الأيام تضج يعني بالانفعالات، وأبلغت أحرار القناة بأنني لن أتطرق بهذه القناة يعني لن أتحدث عن الشأن السوداني إلا فقط في جزئية الجزائر اليوم، ولكن سأتحدث عن السودان في منابر أخرى. هذه القناة منبر متخصص في الشأن الدولي، وصنعها الأحرار بإخلاصهم وبجهودهم لتلبية تطلعاتهم، وسيكون من الإجحاف جرهم إلى دهاليز الاحتراب الداخلي. وللمتسائلين عن موقفي الجديد، أنا مع الجيش السوداني لأسباب كثيرة، لكن أنا مع الجيش السوداني مع وقف التنفيذ. في هذه الحلقة سأتحدث عن بوتين. كلفني أبو علي شخصيا بنقل تهانيه للمسلمين. يا أنا آسف، هذه مزحة. كما سأتحدث عن سخريته من العقوبات الجديدة والهجوم الذي تتحدث عنه أوكرانيا. روسيا أيضا لديها خطط مخيفة. ما معنى العقوبات الجديدة؟ هل أفلس الغرب ولم يعد قادرا على منازلة روسيا؟ وهل الهجوم الأوكراني حقيقة أم جعجع بلا طحين؟ والصين تهدد الغرب وتقول لهم اغربوا عن وجهي. أنا دولة كبيرة يا أقزام، ومن العيب أن تحشروا أنوفكم في علاقاتنا مع الدول، خصوصا مع دولة كبيرة مثل روسيا. ألم تفهموا بعد أن العالم قد تغير؟ وسأتحدث عن الجزائر، عن تحريك الجزائر أساطيلها الدبلوماسية للوساطة في الملف السوداني، والفريق ركن سعيد شنقريحة يتوعد الأطراف التي تحاول عرقلة معركة النهضة الشاملة وتحاول جر الجزائر إلى الماضي السحيق. والإمارات والجارة الغربية تتآمران على الجزائر وتسعيان إلى تخريب علاقة الجزائر بالسعودية. وما هي الأسباب الأخرى أيضا؟ سأتحدث أيضا عن مؤشرات رضوخ فرنسا واستعدادها لتسوية ملف الذاكرة. دعوني أبدأ ببوتين. أولا، بوتين يهنئ جميع المسلمين ويتمنى لهم التحرر من سطوة أمريكا. وكما تعلمون بوتين محافظ وصادق في حبه للمسلمين، وعبر عن ذلك بالأفعال. يعني هذا أمر ما يعرفه المسلمون على أي حال. وبعيدا عن التهاني، وفيما الغرب يلعلع بهجومه المزعوم وعقوباته المضروبة، بوتين تخطى بخموت وشرع بالمناسبة في تبني استراتيجية قتالية جديدة تحسبا لمواجهات كبرى مع اقتراب الصيف. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا شكلت مجموعات جنيبر العسكرية كجزء من خطة عملياتية كبرى. هذا الإعداد الروسي المحكم والمدعوم بتفوق عسكري وعددي يتزامن مع حدثين مهمين يتعلقان بالهجوم الأوكراني الوشيك والعقوبات الجديدة الشاملة. بالنسبة للهجوم المعلن، فهو يقوم على فرضية وصول قوات جديدة تم تدريبها بدول أوروبية مثل بريطانيا، بولندا وألمانيا، ويعتقد أن أوكرانيا ستوظف ما يتوفر لديها من آليات بما فيها الدبابات والمدرعات المتطورة والطائرات المقاتلة لشن حرب حقيقية. هكذا تقول الدعاية. الهجوم يعتبر الطلقة الأخيرة في الجراب الأوكراني. إذا فشل ستضيع أوكرانيا، وعلى حال أوكرانيا في تقدير ضاعت يعني منذ وقت بعيد. أنا لدي ملاحظات بشأن هذا الإعلان. أولا، بصراحة لا أفهم المغزى العسكري من الإعلان عن هجوم عسكري. كيف يخدم ذلك الخطط العسكرية الأوكرانية؟ شيء غريب بصراحة. مثل هذه الخطط بالمناسبة المكشوفة ستجعل روسيا في حالة استنفار لإفشال الهجوم، وتاليا الإعلان من المنظور العسكري فكرة غبية جدا تخلق الانطباع
بأنها تروج لخدمة، يعني تروج لأفكار سياسية فقط، لخدمة الاستهلاك السياسي. وهو ما يجعلني بصراحة أصفها بالجعجعة الفارغة. من يريد الهجوم لا يحتاج إلى الاستعراض والتخويف، بل يهاجم بصمت. ولقد تحدث مطلعون يعني عن قادة العمليات الأوكرانية، قالوا بأنهم يتبرمون من تصريحات زيلينسكي طبعا في عالم آخر تماما. زيلينسكي تطلب منه أمريكا الترويج لعملياته الهجومية لإقناع الكونغرس للموافقة على المساعدات العسكرية وللضغط على الأوروبيين. الموضوع بالنسبة لأمريكا لم أعد حتى أثق في أنها ترغب في يعني نجاح أوكرانيا. بالنسبة لهم بزنس الآن. المجمع الصناعي العسكري في أمريكا يحاول بيع الأسلحة، أمريكا تستعرض وتضغط على أوروبا وتحاول في كل الأحوال إحكام قبضتها على أوروبا وتستخدم الفزاعة الروسية. ربما هذا هو الجيم الأمريكي، the name of the game. المهم قد يكون الإعلان مجرد ذريعة كما قلت لاستنزاف الأطراف الداعمة لأوكرانيا. وإذا سلمنا جدلا بأن الأوكرانيين تلقوا التدريب لشن الهجوم، يجب التذكير بأن عملية التجنيد التعسفي لم تمضي على ما يرام. وكم سيدربون في كل الأحوال؟ الجيش الأوكراني القديم تعيش أنت راح راح على أي حال، وأنا أقول ذلك آسفا. وهي طبعا الآن إذا جاءت قوات جديدة، هذه ستكون نسخة جديدة لجنود لم يتم إعدادهم بشكل جيد كما حدث للجنود السابقين. سيلتحقون بجبهات مستنزفة وخنادق مليئة بالجثث، وسيتعين عليهم مواجهة روسيا وهي مستعدة بجنودها وعتادها الثقيل، وستتكرر في تقديري المفرمة البشرية. ولكن هذه المرة ستكون النهاية، حيث لن يتمكن الأوكرانيون بعدها من إبطاء الزحف الروسي، وستسقط أوكرانيا برمتها في قبضة الروس. باختصار، روسيا ستسحق البقية الباقية من أوكرانيا. هذه هي المسألة. أما العقوبات الجديدة التي قالوا بأنها ستكون حظرا شاملا، بصراحة هذه خطة هروب للأمام. تغيير الأسماء وفرض عقوبات جديدة لا معنى له في ظل عدم قدرة الغرب على فرض العقوبات القديمة. أولا فلتنجح القديمة لكي تفرض أخرى جديدة. وما الذي بقي لم يفرض على أي حال على روسيا؟ العقوبات الجديدة يتم خرقها من قبل أشرس أعداء روسيا. يكفي أن أوكرانيا لا تزال تشتري النفط الروسي بأموال الأمريكيين ويتحدثون عن العقوبات. أما الشركات الغربية حوالي 80% كما قالت مؤسسة سويسرية، 80% من الشركات الغربية لا تزال تعمل بروسيا. وحدث ولا حرج عن الخروقات الأوروبية للعقوبات، ورفض طبعا معظم دول العالم وبشكل قاطع للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا. في الماضي كانت العقوبات الأمريكية مؤثرة لأن العالم كان بصراحة يستجيب لعقوباتها، ولكن العالم معظمه الآن ضد فكرة العقوبات، وتاليا مشروع العقوبات سقط. فرض عقوبات جديدة بالمناسبة سخافة تؤكد بأن الغرب عاجز ومكابر، وأنه بهذه الطريقة يمهد لانفجار أوروبا الغارقة في مشاكل اقتصادية مخيفة. على صعيد آخر طفح الكيل بالصين ووجه تحذيرا قاتما للغرب على خلفية التصريحات الغربية بشأن علاقة الصين وروسيا. كان الرد الصيني الروسي الإعلان عن ضخامة التبادل التجاري بين البلدين، وقالت الصين بأن التدخل في شؤون القوى العظمى مخاطرة لن تحمد عقباها، وأكدت بأن حلفها مع روسيا شامل واستراتيجي. اعتدنا على هذه الأخبار، ولكن قبل عام فقط لم يكن يخطر ببال أمريكا أن تصل العلاقة بين روسيا والصين لهذا المستوى، وأن يكون الهدف الأساسي من هذه العلاقة هو إضعاف أمريكا ونسف هيمنتها في العالم. التهديد الصيني بشكل أساسي موجه لأمريكا، وهو يأتي بعد اختراقات صينية ساحقة أوروبا التي تعد العمق الأمريكي الوحيد. لم تعد لأمريكا بعد هزيمتها في الشرق الأوسط وإفريقيا وإلى حد ما أمريكا اللاتينية، لم يبقى لها إلا هذا الجزء، وهي أوروبا، وحتى جزء من أوروبا بالمناسبة، وهو مضمار صراع تولت أمره روسيا.
الحلف الصيني الروسي الذي لطالما حذر منه الاستراتيجيون يحقق نتائجا مذهلة، وفي عامه الأول نجح في تقزيم أمريكا، وليس مستبعدا أن ينطوي التهديد الصيني الأخير على مفاجآت سياسية وعسكرية أخرى، ربما بموجب هذه ربما تقوم الصين بالتقدم خطوة أكثر جرأة من ناحية بخصوص دعم روسيا عسكريا. والآن دعوني أتحدث عن الجزائر. بالمناسبة نبدأ بالمؤامرات الإماراتية والمخزنية. تداولت وسائل الإعلام ادعاء إماراتيا، قالت تدعي الإمارات بأن يعني عن إغضاب المملكة العربية السعودية للجزائر على خلفية الملف السوري. هذه هي الدعاية. زعمت هذه الإمارات بأن السعودية لجأت لحيل ملتوية لإبعاد الجزائر عن الملف السوري، وكما ترون يعني هذا فخ يراد منه الإساءة للعلاقة بين المملكة العربية السعودية والجزائر. هذه سخافة طبعا، لأن وزير الخارجية السوري كان في الجزائر منذ أيام، وكلنا يعلم أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي لم تخذل سوريا، والرئيس السوري على نحو خاص يشعر بامتنان عميق للجزائر، وأكد دور الجزائر. لا يمكن إلغاء الجزائر في هذا الملف طبعا، ولا يمكن أن تفكر السعودية بهذه الطريقة. عودة سوريا للحضن العربي ليست تجارة رابحة كما تعلمون، إنها إحدى الهموم الثقيلة التي اطلعت بها الجزائر عندما كان الوقوف مع سوريا بالمناسبة مجازفة، وكان صعب جدا، كان تحديا. قدمت الجزائر كل الدعم لجهود السعودية التي هي امتداد لجهود الجزائر. على المستوى الشخصي أنا شخصيا توقفت عن التحامل على السعودية بفضل الجزائر، هذا التأثير الإيجابي للجزائر، لأن الجزائر بالمناسبة لا تشتغل في هذه الأمور، يعني أو السياسة الخسيسة يتبعها آخرون وأنتم تعلمونه. على أي حال، المهم الجدير بالذكر أن الإمارات كانت قد استفزت الجزائر بتواطؤها مع جارة الجزائر الغربية، وأقصد بذلك الإعلان الإماراتي عن دعم المغرب. ولسبب غامض وقتها تحدثت الإمارات عن تمثيلها ل35 دولة تقول تدعم معها المغرب. وأذكر أنني ذات مرة كنت قد تحدثت في مقطع ساخر عن تهديد إماراتي للجزائر، وقلت يومها الجزائر لا تحتاج إلى جيش لاحتلال الإمارات أو لوضع الإمارات في حدها. طبعا لا أحد يفكر في احتلال أي دولة عربية خصوصا الجزائر، ولكنني اليوم طبعا أنا أميل إلى التأدب يعني، ولا أرغب في التحليلات المستفزة. بصراحة لا أريد هذه الأمور. أنا أحب الحديث عن أمريكا وأحب الانتصار للمنطقة. من الواضح بصراحة أن الإمارات تسعى إلى الوقيعة بين السعودية والجزائر، كما أنها تشعر بالقلق من بروز الجزائر كقوة ضاربة بالمنطقة. أولا تخشى الإمارات من التقارب السعودي الجزائري، لأن ذلك يضعف معسكر التطبيع، وينأى بالمملكة العربية السعودية، ينأى بها بعيدا عن دوائر الجذب التقليدية التي تشكل ثقافة التطبيع إحدى أعمدتها. ولنفس السبب تميل الإمارات للمغرب، لأن المغرب عضو متطرف في نادي التطبيع للأسف. ثانيا الجزائر الجديدة القوية التي ينمو جيشها بسرعة مدهشة، والتي تقيم علاقات ممتازة مع أقوى دول المنطقة وعلى رأسها إيران والسعودية، ستقوم بتهميش الدور الإماراتي الجدلي جدا بالمنطقة، والذي أسهم في إشعال عدد من دول المنطقة بما فيها اليمن، ليبيا، السودان. للأسف يعني استغلت الإمارات الفراغ القيادي الذي خلقته مصر، وتخشى من الجزائر القوية الآن. تخشى لأن الجزائر تحارب الكيان والتطبيع بضراوة، لا تريد للجزائر أن يكون للجزائر دور في هذه المنطقة. ثالثا الجزائر منيعة كونها دولة غنية خالية من الديون. حاولت الإمارات تعطيل الدور المصري عبر استغلالها للوضع الاقتصادي المصري، وصبت المليارات لابتزازها، وهذا ما لا تستطيع القيام به في الجزائر. عندما تتخذ الجزائر القرار لن تراعي إلا سيادتها ومبادئها
وهذا ما يخيف الإمارات. بالنسبة للجزائر، الإمارات لا تمثل شيئا بالمناسبة، وبالكاد تستطيع خدش السطح الجزائري، ومع ذلك قد لا تقابل الجزائر الاستفزاز الإماراتي بالصبر، خصوصا عندما يتجاوز الحدود ويسعى إلى تخريب علاقاتها مع السعودية. وللعلم العلاقة بين السعودية والجزائر رائعة جدا، والقيادة في البلدين فطنة للمؤامرات المغرضة، ومنذ شهرين تقريبا أو نحو ذلك حسب السفير السعودي هذا الأمر مؤكدا أن العلاقة بين البلدين أخوية ورائعة، وأن المؤامرات لن تنجح في تخريبها. نقطة على السطر. عندما نتحدث عن الإمارات، لا بصراحة لا نستطيع تفادي السياسة المجنونة التي تنتهجها، وهي دولة صغيرة لا يتجاوز سكانها تعداد قرية جزائرية. لا يعقل هذا يعني بمنطق. يعني مجرد أن لديك بعض المال هذا لا يخول لك أن يعني تتصرف وكأنك دولة عظمى. لم أعد بصراحة أنا راغبا في العودة إلى الأيام الخوالي، يشهد الله والله أنا أحاول أن أكون منصفا للجميع، وأتمنى أن لا أعود لهذه المواضيع مرة أخرى. ولكن أنا بصراحة قلق على الإمارات نفسها. منذ يومين ألمح وزير الخارجية المصري عمرو موسى إلى تعارض سياسة مصر مع بعض الدول العربية على خلفية الاقتتال السوداني. أنا في تقديري أنه يقصد الإمارات التي تدعم الدعم السريع، وهو سلوك خطير. أنا لست مع هذا أو ذاك في كل الأحوال بشكل عام، يعني رغم ما قلته عن البرهان. دولا، وهذا ليس رأي الشخص، أنا أتحدث هنا عن تفكير الدول، دولا مثل السعودية ومصر تخشيان من سابقة أمنية خطيرة تخول للمتمردين إلغاء الجيوش. لهذا يتمسكون بالجيش، ليس بالضرورة حبا فيه أو إيمانا به، إنما لأنه الإطار الهيكلي الشرعي للأوطان. وكما وعدت لن أجركم طبعا للملف السوداني، وما أحاول قوله أن تعارض السياسة الإماراتية مع دول كبيرة في المنطقة خطير على الأمن الإماراتي في المدى البعيد. صدقوني يتعين على الإماراتيون أن يراجعوا هذا الأمر، وأنا أقول ذلك من باب الحب. أعتقد أن الخطر الذي سيواجه الإمارات لن ينبع من إيران أو أمريكا، حتى أمريكا لا أعتقد أنها تهتم كثيرا. الخطر سينبع من الاصطدام بثلاث أكبر قوة في المنطقة، وهي الجزائر والسعودية ومصر. من الناحية الجيوستراتيجية الدول الكبرى الآن ستملأ الفراغ، العالم يتغير، والآن فرصة الإمارات يعني وجدت 10 سنوات كل شيء سيتغير. لن يكون هناك مغزى للدور الإماراتي، وإرسال الأموال وتفجير الأوطان في كل الأحوال ليس دورا مشرفا. الشعب الإماراتي شعب خلوق وخليق به أن ينأى عن هذه الأمور. وعلى أي حال طال الزمن أم قصر، هذه السياسة الإماراتية ستتعارض مع إرادة الدول العربية الأقوى، وأعتقد أن مصر ستصل في المحصلة إلى طريق مسدود مع الإمارات مهما كانت حاجتها الاقتصادية، لأنها تنظر مثلا للملف السوداني باعتباره ملف أمن قومي. لديها أيضا مخاوفها بشأن سد النهضة، فضلا عن ذلك التمدد الإماراتي حول السواحل الإفريقية. بصراحة هذا وبالتحالف مع إسرائيل، هذه حقيقة يعلمها الجميع. هذا بالمناسبة يشكل تهديدا للأمن القومي المصري، وهو بالمناسبة هذا يعني ربما التفكير في هذا الأمر في المدى المنظور بالنسبة لمصر قد يعد ترفا، ولكن ما أن تتعافى مصر ستطالب الإمارات بالعودة إلى حجمها الحقيقي. يظن الشيخ محمد بن زايد أنه يصنع قوة الإمارات. أنا أتمنى أن تكون الإمارات قوية، وبإمكانها أن تكون قوية بطرق أخرى. حتى القوة الناعمة يمكن أن تحصل عليها لأنها دولة غنية لديها أشياء كثيرة. كان بإمكانها تبني الوساطات، كان بإمكانها مثل سياسة سلطنة عمان، يعني مقارنة بين الإمارات. هناك أشياء كثيرة بإمكان الإمارات القيام بها، ليس منها تخريب الأوطان. على أي حال الشيخ محمد بن زايد يظن أنه يصنع قوة الإمارات، وهو في الواقع حولها إلى بالون ضخم، بالون مملوء هواء فراغ. وهذا البالون قابل للانفجار في حالة تعرضه لأخف الضغوط. وقد تضيق السعودية ذرعا بدور الإمارات، وليس بخاف على أحد الخلافات التجارية بين البلدين، حيث تسعى السعودية الآن إلى خلق سوق ضخمة ستقزم سوق الإمارات بالضرورة.
لأن السعودية لديها النفوذ الجيو استراتيجي على الحال. الشركات الكبرى إذا اشترطت عليها أن تفتح مقراتها الرسمية أو الرئاسة ستختار السعودية لأسباب مرتبطة بالنفوذ الجيو استراتيجي، وكذلك بسعة النطاق الاقتصادي. وهذا طبعا من الأمور، من الفات التي تسبب التوتر بين البلدين. فضلا عن ذلك الخلافات الأخرى المتعلقة بالإنتاج النفطي. يعني الإمارات تخلق سوابق كثيرة. كل مرة عندما تقرر السعودية مثلا بالتحالف مع دول الخليج وأوبك، الإمارات أحيانا تتخذ قرارات انفرادية مزعجة بالنسبة للمملكة. ومع نهاية الحرب اليمنية وعقد اتفاقية السلام مع إيران، بالمناسبة أصبحت الإمارات أقل أهمية بالنسبة للسعودية. يعني فلنكن واقعيين، وقد تقوم المملكة العربية السعودية بإعادتها إلى حجمها أيام المرحوم الشيخ زايد بن سلطان. وأما بخصوص الوساطة الجزائرية لحل الأزمة السودانية، هذا أمر هام وكان متوقع. قام الرئيس الجزائري بمخاطبة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد، وبما أن الرئيس الجزائري هو الرئيس الحالي للقمة العربية فلقد دعا إلى تنسيق الجهود العربية لإيقاف التصعيد بالسودان فورا. والخطوة التالية أتوقع أن تكون تحريك الأساطيل الدبلوماسية الجزائرية والعمل بصمت لإقناع أطراف النزاع والإقليم أيضا، الدول المحيطة بالسودان. وبمجرد أن أعلنت الجزائر رغبتها في إيقاف الحرب، قام الرئيس التركي بمهاتفة الرئيس الجزائري، وهو أيضا تركيا كانت قد أبدت استعدادها للتوسط. اتصل أردوغان بالرئيس الجزائري لبحث الوضع في السودان. لهذه الدرجة الجزائر جادة بهذا الشأن. كلنا يعلم أن الجزائر لها ثقل إقليمي كبير، وهي طرف محايد، وفوق هذا وذاك الجزائر مخلصة للسودان ولشعب السودان. ربما لهذا السبب ربما تبدو الإمارات متوترة، لأن دخول الجزائر بثقلها الإفريقي سيقطع الطريق على التدخلات الخارجية، سيغلق الباب للأبد في المستقبل حتى. لا أظن أن مصر لديها مشكلة مع وساطة الجزائر، وأرجو أن تكلل مساعي الجزائر بالنجاح. وإذا لم تنجح في إيقاف الحرب فهذا بصراحة يعد فشلا للأطراف المحلية المتصارعة التي أحملها في كل الأحوال مسؤولية ما يحدث في السودان. الأطراف الخارجية تتدخل عندما يتم اختراق السيادة، عندما يسمح باختراق السيادة. وإذا لم تنجح الجزائر هذا معناه أن التدخلات الخارجية متجذرة إلى درجة مستعصية، وأن الأطراف أيضا لا تريد إيقاف الحرب. على صعيد آخر، قال الفريق أول السعيد شنقريحة فيما الجزائر قال منغمسة في معركة النهضة، ثمة أطراف إرهابية وقوة مخربة تحاول جر العرب الجزائرية إلى الوراء، وماذا يوجد هناك في الوراء سوى الحسرة والندامة. الجزائر لا تحتاج إلى الالتفات للوراء، لأن أمامها طريق النهضة، عليها أن تنظر إلى الأمام. الجزائر ربما تحتاج للنظر إلى الوراء لاستلهام تاريخها المجيد ولأجل ملف الذاكرة. الجزائر مدفوعة الآن بقوة للأمام لأنها اختبرت الوراء، ولأنها موعودة بفراديس القوة والنهضة. بعض الناس جبلوا على الهزيمة، وهؤلاء لا تعالجهم السياسة، ولا يخلو مجتمع منهم على أي حال. ولكن أنا على يقين بأن الشعب الجزائري يرى الطريق أمامه، يريد الذهاب إلى الأمام، يريد الاتجاه نحو النهضة، وهو يسير يحدوه الأمل نحو غد أفضل، مستبشرا بالمؤشرات الكبرى. النهضة الاقتصادية لا تراها دفعة واحدة، ولكن ترى المؤشرات. نهضة اقتصادية، فتوحات تجارية ضخمة تطل بوجهها المشرق، وقوة عسكرية تنمو بسرعة مدهشة، ومكانة مرموقة بين الأمم. المواطن في قلب الجزائر الجديدة، والسيادة محروسة. عندما أتحدث عن السيادة أشعر بحسرة، وأنتم تعلمون السبب. لدينا سيادة مخترقة في أوطان أخرى. المهم السيادة الجزائرية محروسة بصلابة جزائرية معهودة. لا توجد جنة في الأرض. من قال أن هناك جنة؟ لا ينتهي العالم خلف النافذة. الشعوب تكافح لأجل غد أفضل. هذا دأب الشعوب. وأنا هنا لا أروج للمثاليات، ولكنني أرى بلادا تنعم بالخيرات وتتوفر لها الأرضيات ولديها الاستقرار، وأستبشر بذلك خيرا.
لأنني أرى شواهد أخرى عن بلدان تتمزق على أنغام الأناشيد الثورية والصراعات السياسية والصرعات السياسية أيضا. ولطالما قلت انتبهوا، الأوطان أغلى من أن تتمزق في سبيل أوهام لم يسبق لها نجاح، أوهام تطوف في أذهان الحالمين والناقمين، وسرعان ما يختطفها الأعداء وتحيل الأوطان إلى لقمة سائغة في أفواه الطامعين. أعدكم والله أنا سأنسف هذه الأوهام. لدي كورس محاضرات التي وعدت بها ذات يوم. أما الآن سيداتي سادتي، انتبهوا أخوتي الجزائريين وتشبثوا بالجيش الجزائري، فهو صمام أمانكم، هذا هو صمام الأمان. تيقظوا، فلديكم كل ما تحتاجون إليه، ولديكم أيضا الوقت والحلم لتحقيق كل ما تريدون. التطور يسمونه تطورا لأنه متدرج، وإلا لسموه الوثبة مثلا. النهضة لا تتحقق بالضربة القاتلة أو الوثبة العاجلة، وأساس النهضة هو الاستقرار. ولكي تستقر الجزائر يتعين عليها أن تغلق الأبواب على دعاة الفتنة. تذكروا ذلك أخوتي الجزائريين. وأما بخصوص فرنسا، باختصار رضخت للشروط الجزائرية. ولماذا رضخت في هذا التوقيت؟ الإجابة بسيطة، لأن الجزائر أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى، والقوة للشروط. أعلنت فرنسا أن اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في ملف الذاكرة من الملفات العنيدة جدا، ولكن ماكرون، ولم يكن أحد يتوقع ماكرون بالذات بسبب خلفياته السياسية، ولكنه جد فيه. عقدت الآن، يقول القصر الفرنسي أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول، واللجنة تتكون من 10 مؤرخين جزائريين وفرنسيين. لجنة مستقلة ومخولة بصلاحيات استجواب وتحقيق لإسناد الحقائق التاريخية، وسيتسنى لها النبش في ممارسات الاستعمار الفرنسي والجرائم التي ارتكبتها فرنسا، كما ستقوم هذه اللجنة بدحض الأكاذيب الفرنسية. موقف الجزائر قوي وصلب. إذا كانت هذه اللجنة مستقلة وبها مؤرخون انتهى الأمر، لأن الحقائق ضاحضة. اللجنة الآن في بداياتها، وهي ليست مجرد مناورة، لأن فرنسا لا تناور مع الجزائر الجديدة التي قرصتها منذ فترة قصيرة كنتيجة لحشرية فرنسية استخباراتية. من المتوقع أن تلعب هذه اللجنة دورا حاسما في تسوية ملف الذاكرة، طبعا بعد أن تستكمل أعمالها. إنها الخطوة الأقرب لاستعادة الحق الجزائري، ولا أستبعد أن تقترح اللجنة حزمة من التوصيات بعد إنجاز مهمتها طبعا، وآمل أن تحصل الجزائر على تعويضات مالية ضخمة واعتذار تاريخي وموثق يشكل مرجعية نادرة. جدير بالذكر أن ماكرون الذي ينتظر زيارة الرئيس الجزائري بلهفة كبيرة قرر الإسراع في القيام بخطوات عملية لكي يثبت إخلاصه للجزائر. وبغض النظر عما سيتمخض من نتائج، لقد برهنت الجزائر أنها قوة عظمى يحسب لها 1000 حساب. وللحديث بقية. شكرا لكم على المشاهدة.